السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ابتسام وفيديو جديد. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون الحماد الغنمي بالبرقوق والمشماش بطريقه سهله ومبسطه للمبتدئات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. للمقادير غادي نحتاجو معلقه صغيره مع مراج ديال السكينجبير، رويز المعلقه ديال الابزار. بالنسبه للطاجين ما كنكثروش بزاف ديال التوابل، كنديروا غير شي شويه من الحاجه. كنديروا الملحه حسب الذوق، كنديروا واحد شويه ديال بسيبيسه، معلقه صغيره مع امراج ديال الخرقوم البلدي، واحد رويس المعلقه ديال القرفه، وغادي نضيف 3 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين. من بعد غادي نضيف واحد رويس المعلقه ديال السمن البلدي. بالنسبه للبسيبيسه انا كندير بسيبيسه. الا عندكم داك التوابل ديال المروزيه غادي ديروا واحد شويه ديال التوابل المروزيه في بلاصه البسيبيسه. وكنضيف هنايا واحد شويه ديال الزعفران محمر مذوب في الماء سخون. صافي كنضيفوا لديك التوابل وكنخلطهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم، وكنتبل بهم الحمه ديالنا. كناخذوا ديك التوابل كنشرملوا بها اللحم ديالنا. هنا انا درت كما قلت لكم الحماد الغنمي من جهه الكتف. ديما نشوفوا الحمى اللي كطيب دغيا في الطاجين، واللحم الغنمي ضروري تكون صغيره. الا كانت اللحم كبيره راه ديك الساعه خصها الكوكوط، ما ينفع معاها غير الكوكوط. دابا هنا الطاجين كنديروه بالحمى اللي كتكون شويه فتيه وصغيره. من بعد ما تبلنا اللحم كنمشي كناخذ ديك الحديده الصغيره اللي كنديرها تحت الطاجين، وكنشعل البوطه على نار مهيله كيف ما كتشوفوا معايا. وديك الحديده ضروري خاصها تكون باش اللحم ما تحرق ليناش. صافي كنوضع دابا عليها الطاجين، وكنوضع واحد البصله صغيره مشلضه كيف ما كتشوفوا معايا، بصله صغيره مشلضه. بعد كنضيف عليهم واحد 3 ديال العويدات القرفه غير صغار كيف ما كتشوفوا، وكنغطيها وكنخليها واحد تقريبا شي نص ساعه حتى تقلى لينا اللحم وتذبل ديك البصله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا دازت راه تقريبا دازت شي نص ساعه. صافي دابا غادي نبدا نحرك هذا اللحم نقلبه. كيف ما كتشوفوا معايا داك المرقه اللي فيه راه غير ديال داك الزعفران الحر اللي درت، والبصله راه حتى هي كطلق الماء ديالها. دابا ملي غادي نبغي نسد عليه عاد غادي نزيد واحد شويه الماء كيف ما تشوفوا معايا في المرحله الجايه. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا قطعت واحد جوج بصلات متوسطين على هاد الطريقه. المهم البصله كتبقى على حسب الطاجين. الا كان طاجين صغير راه كنديروا غير بصيله وحده، وإلا كان طاجين كبير راه كنديروا جوج بصلات متوسطين. هنا دابا عاد كنضيف واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، لان الغنمي راه كيطلق الزيت ديالو، ما نحتاجوش نديرو الزيت بزاف. درت انا واحد 4 كاس، وغادي نضيف عليه تقريبا كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. غادي نديرهم دابا على الطاجين وغادي نسد عليه وغادي نخليه صافي حتى يطيب. من بعد غادي نمشيو للمشماش والبرقوق. خديت واحد شويه د البرقوق، ضفت عليه واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال القرفه. وبالنسبه للمشماش غادي ندير له غير رويص المعلقه باش ما يكحاش لينا. ما كنديرولوش بزاف القرفه باش ما يكحالش، ولا كنديروا له غير العويدات ديال القرفه. ودرت على البرقوق معلقه كبيره عامره ديال السكر سنيده. وبالنسبه للمشماش غادي ندير غير نص معلقه. من بعد غادي نضيف الماء. البرقوق ما كيحتاجش الماء بزاف لانه هو اصلا راه طايب. غادي ندير غير كاس عامر ديال العنبه، وغادي نغطي عليه ونخليه على نار مهيله
بالنسبه للبرقوق درت المشماش، درت كاس ونص ديال العنبه، وغادي نغطي عليه حتى هما وغنخليهم على نار مهيله حتى يطيبوا. من يقربوا يطيبوا كنرمي عليهم واحد الطريف ديال الزبده، ولا ممكن نديروا شويه ديال الزويته نباتيه، وكنخليوهم يتقلاو على نار مهيله حتى كيتعسلوا كيف ما كتشوفوا معايا، باش كيجي واحد اللون ديالهم بريو. دابا غادي نغطيوهم ونخليهم حتى يوجد لينا الطاجين باش غادي نزوقوا به الطاجين ديالنا. صافي هنا الطاجين راه طاب من بعد تقريبا شي ساعه ونص تقريبا من بعد ما درت عليه البصله على نار مهيله. كنخليه على نار مهيله كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيتقلى مزيان. كيف ما تلاحظوا اللحم راه دابا طايبه، البصيله راه دابله. اذا كنتو مزروبين بالطاجين ديالكم ولا بغيتو تضمنوا اللحم ديالكم انها طيب، غطيوه بورق الزبده مزيان وعاد وضعوا الغطاء ديال الطاجين. صافي هنا في الاخير كنبداو نزينوا الطاجين ديالنا كل واحد على حسب الذوق ديالو. درت شويه د البرقوق، درت عليه شويه د الجنجلان، غادي ندير فوقهم اللوز. وهذا الطاجين ديالنا دابا راه واجد، نقدموه بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو وعجبكم الطويجين ما تنساوش تخليو لي لايك والتعليقات ديالكم، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.